كيف كانت موقعة الفسيخ أو شم النسيم في هذا العام؟ موقعة الفسيخ أو شم النسيم مثلها مثل كل الحياة في مصر، انتقلت من الواقع إلى المجتمع الافتراضي أو الواقع الافتراضي. يعني أنت الآن اعتمدت اعتماد كلي. طبعا أنت نزلت الشارع وعملت استطلاع رأي، لكن المميز في الموضوع هو الهاشتاج. لأن المواطن المصري أصبح يهرب من واقعه إلى الواقع الافتراضي، غير مكلف، يستطيع أن يقول ما يشاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فيه حرية شوية، يستطيع أن يعبر عن أزماته بسخرية المصري العادي، اللي هي كانت قبل ما يبقى في مواقع التواصل الاجتماعي، كان بتبقى عبر النكات والقفشات والأفيات اللي كان المصريين معروفين بيها. وطبعا شم النسيم جاي في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية قاسية، وسبقها بعدة أيام أحداث مؤلمة، تفجير الكنيستين، وزائد طبعا ده كله بيغلف بغلاف كبير، وهو ارتفاع الأسعار الشديد. يعني المصريين مش عارفين يعيشوا حياتهم اليومية الطبيعية بشكل طبيعي نتيجة ارتفاع الأسعار، فمش هيبقى في اوبشن زيادة بقى اسمه الرفاهية. ورغم ذلك المصريين يحبون الاحتفالات. يعني ده بقى مش هقول تناقض، لكن عبقرية المصري. المصري يعشق الاحتفالات ويعشق البهجة ويعشق السعادة، فبيحاول يدبر أموره وبرضه يميز هذا اليوم لكي يخرج أو ينفس عن نفسه بأي حاجة، بمخرج هو بأي ده يعني حاجة. هذا كان سؤالي الثاني لك سيد محمد. المشهد ربما يمثل تناقض بالفعل غريب نوعا ما. ارتفاع الاسعار، الرنجه غاليه، الفسيخ غالي، مش لاقيين ناكل، ناس بتدعي على عبد الفتاح السيسي في هذا التقرير، ولكن مشاهد في القنوات المصريه لزحام كبير للغايه في معظم المتنزهات والحدائق في مصر والمحافظات المختلفه. وهذا يعود بنا بالذاكره الى افتتاح مول مصر الذي تكلف ملايين أو قل مليارات، وفي يوم الافتتاح كان ازدحام غير عادي مع أسعار للأنشطة مرتفعة للغاية، وبالرغم ذلك كان هناك آلاف من المصريين في هذا المول. لا، انا بس عاوز اقول لحضرتك حاجه. الجمهور الذي تتحدث عنه اللي هو بيصدق يلاقي يوم زي شم النسيم او يوم زي اول يوم لعيد الفطر او عيد الاضحى، وان كانت احتفالاته قلت، هو ليس المواطن وليس جمهور مول مصر. مصر اصبح فيها قله غنيه ثريه استحوذت على الثروه، وهذه القله يعلم المستثمر تماما هي قله مستهلكه. يعني مول مصر ده، هذا الزحام لو انت حطيته كله على بعضه كده مش هيجي نسبه او نسبه لا تذكر من الفقراء الذين يزدحمون على فران العيش، اذا جماعه فران العيش في الاحياء المختلفه. لكن المقارنه بقى مع يوم شم النسيم دي بقى مش تناقض ولا حاجه، لكن هذا هو المصري الذي يظل يعاني شهور، اسابيع وشهور، عشان لما يبقى فيه يوم يطلع تحويشه العمر كلها او تحويشه الشهرين الثلاثه علشان يشعر بلحظه سعاده. وهنا يبدو الامر لك او ككاميرا الامر، الكاميرا المشهد يظهر امام الكاميرا انه اقبال شديد. لا، هو مش اقبال، هو هروب من المعاناه اليوميه التي يعانيها المصري. طيب، سؤالي الأخير لك، إذا ما شاركت في هذا الهاشتاج حط فسيخ في اسم فيلم يا سيد محمد. انا يعني احط نعم. وضاع الفسيخ 270 جنيه طبعا، يعني انساني بقى. اشكرك خلاص. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا محمد منير، الكاتب الصحفي المصري، كنت معنا عبر سكايب. وننتقل الى صورة اليوم.